أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد انتهاك الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأوروبية. وقال البيان إن الشركات الأوروبية العاملة في الصين اضطرت إلى تسليم ملكية التكنولوجيا الخاصة بها واستخدام حقوقها للشركات الصينية، وحرمت من حريتها في التفاوض على استخدام حقوق ملكيتها من قبل الشركات الصينية في السوق، وهذا ينتهك الحقوق الأساسية للشركات بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وينتهك بالأخص اتفاق تريبس. أسفرت الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عن نتائج جيدة، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التخطيط لاجتماع تاريخي بتاريخ 12 من يونيو في سنغافورة. وصل أسطول الحرية المنطلق من النرويج والسويد إلى أمستردام عاصمة هولندا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ويتكون الأسطول من 4 سفن تحت عنوان من أجل مستقبل عادل لفلسطين. وفقا لقانون كازاخستان، سوف يكون نزارباييف مؤهلا لمنصب رئيس جمهورية كازاخستان لمدى الحياة إذا قبل بمقترحات مجلس الأمن القومي الكازاخستاني. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة، وقد اتخذت بعض الإجراءات للتقليل من هذه الفجوة وإيجاد حلول طويلة الأمد، ولأجل ذلك قامت بإطلاق أول سفينة تنقيب محلية الصنع في البحر المتوسط، حيث ستبدأ السفينة بالحفر لاستكشاف النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، وستكون إدارة السفينة من فريق مهندسين أتراك.